مبهدل حياتها، مش عارفه تنام، مش عارفه تقوم، مش عارفه تتعامل، مش عارفه تقعد مع اولادها. كل ده بسبب ان الوجع فعلا مش الاكل صعب. تاني يوم مكلماني بتعيط. 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 انا خلاص انا رايحه الدكتور علاج الام ورايحه. وانت جالك حاله كانت دكتوره كانت بتشتكي من صداع، وتقريبا خدت معاها كام جلسه؟ 3 جلسات بالظبط. 3 جلسات بالظبط. اه بس احكي لي، كان في الاول كان في هبل. اه هي جايه عندها، كان بتشتكي من مشاكل في التاني عندها في مفصل الفك. وصل الفك. مفصل الفك بتاعها بصداع مستمر، بتجز على سنة بالليل، وكذا مرة تروح تعيد على دروسها، تحشي درس وتشيل لها، تعمل أشعة وتشيل حشوة، تكشف على العصب، يطلع تمام كذا كذا مرة. وفكرت إن احنا نحقن بوتوكس للعضلات. بوتوكس؟ ايه بوتوكس العضلات ده؟ دكاترة الأسنان بيعملوه علشان يبقى مثلا مشاكل الفك، مثلا في عضلات شدة يعني؟ اه في مثلا هنا في المفصل اتحرك من مكانه او ما بيقفلش ويفتح كويس، يبقى في طاقه في الفتح والقفل. فبيعملوا بوتوكس عشان ايه، هو بالبلدي هو بيشيل العضله. بيشلها. اوكي. علشان ايه، يمنع الوجع ده. هو حل هي عشان جز يعني العضله شاده جامد، فانت بتحاول تشلها او تنهي الطاقه اللي جوه الخلايا بتاعت العضله دي، فما تقدرش تشد. بالظبط. هو بوتوليني هو بوتوكس ده، اصل البوتوكس ده اما احنا بنقرا عنه هو المفروض البوتوكس ده سم. هو ده اللي بيعملوه فعلا، هو ده اللي بيعملوه هنا مثلا عشان التجاعيد. عشان انا مثلا في تجاعيد هنا عشان اشيلها، فبيعمل بوتوكس العضله ما بتتحركش. العضله ما بتتحركش عشان كده تلاقي فيه يعني هي العضلات هنا لما بتتحرك بتعمل التجاعيد، فما بتحقن العضله دي بتتشل. بالظبط، هو ده اللي بيحصل فعلا، ما بتعملش التجاعيد. في نفس الكلام كانت هي هتعمل الحقن ده، كانت بتفكر فيه. كانت بتفكر فيه. الحمد لله هي الحمد لله ما عملتوش. بس سمعنا قصه دراماتيكيه في الاول. ايه اللي حصل؟ فعلا هي الموضوع كان فعلا مبهدل حياتها، مش عارفه تنام، مش عارفه تقوم، مش عارفه تتعامل، مش عارفه تقعد مع اولادها. كل ده بسبب ان الوجع فعلا مش الاكل صعب. انت كل ما تاكل المضغ صعب. المضغ صعب. انا مش كل ما امضغ مثلا اولا فتحت البق بتبقى قليله، بتصغر. يعني مثلا ايه ما بيحصل شيفت، فتحت البق بتبقى قليله. شفت يعني الفك بيتحول كده. بيبدا ينحرف من مكانه كده، يتعوج. كانها واخده بوكس مثلا. مثلا هي بتفتح بيتعوج. فهو العوجه دي مثلا بيفتح، المفروض انا بفتح مثلا بحط 3 صوابع، لا انت بتحط صباعين بالعافيه مثلا. المفروض احط 3 او احط 4 كمان. بالظبط، في ناس تحط 4. هي بتحط 2 بالعافيه. هي بتحط 2 بالعافيه. صباعين يعني الاختبار ده لو حد عمله لنفسه دلوقتي ولو لقى ان هو ما بيفتحش كويس يجي لك. طبعا. لا انت عندك مشكله، ولو انت لقيت مثلا بوقك بتفتح بيعوج او بيروح ويرجع تاني. يعني خط السنان دول، السنتين دول على بعض يا جماعه هنا، الخط ده على الخط ده لو مش مقابل بعضه في القفله. بالظبط. ما انت في مشكله عندك في مفصل فيهم مقفول او الموضوع هيزيد معاك يعني. اوكي. بس السيكونس مش ازاي في الجلسات؟ هنا جت طبعا احنا بنشوف الاعراض ايه، لان المفصل بتاع التي ام جي ده ليه حاجات كتير مرتبطه بيه يعني. فانت لازم تشوف العضلات اخبارها ايه، هي بتفتح ازاي، تعرف ايه بيتحرك من مكانه، علاقته مثلا علاقته بالجمجمه بتاعتي اخبارها ايه. اوكي. يعني الفك ده بالجمجمه برقبتي. هي كانت بتشتكي من كل ده؟ هي بتشتكي من كل ده، وجع، صداع ودوخه وجز على السنان. وجز على اسنانها، مش عارفه تاكل. وكان بس اسمع ان تاني جلسه، هي اول جلسه جت وكان في عندها برضه مشاكل في الرقبه مرتبطه، لان في فقره معينه بتاثر عليهم كده. الفقره الثانيه العنقيه. اول جلسه هي مشت، رجعت الحمد لله، كان في تحسن مش بنسبه كبيره. اعتقد بنسبه مثلا 30%. ماشي. بس ده مقبول. ماشي. الحمد لله. فاهم الوجع بقاله كتير قوي معاها يعني. تاني جلسه دخلنا بقى اشتغلنا بقى بزياده بقى. بالظبط. نعدل بقى، نعدل اللي اتعوج بقى. لان احنا بنتعامل من بعيد، فمبقاش ايه، مش مقرب من المشكله يعني. اول جلسه كان من بعيد شويه. بحلها من بعيد. تاني جلسه دخلت بقى في الايه الغميق. وكانت بالايه بقى؟ بالظبط، ان هنا عضلات مش عليها من جوه، ومش عارف يعني، بحط ايدي من جوه بقها. وحاجات هنا تكنيكس عميقه جدا. بالظبط. بقى بيشتغل بقى على المفصل نفسه. طلعت من الجلسه دي عامله ازاي بقى؟ هي طلعت عادي. تاني يوم مكلماني بتعيط. انا خلاص انا رايحه الدكتور علاج الام ورايحه احقن ورايحه خلاص دكتور مخ واعصاب، وانا مش عارف هعمل ايه. فانت قلت لها ايه؟ دي ده العضله اللي تعبت.
العضله التهبت من شغلي، اشتغلنا عليها زياده من ايدي. عضله قصيره ما بتشتغلش كتير. هي قالت خلاص انا بوست. خلاص قلت لي انا بقيت عوض. وبعتين لي مسج انا بقيت عوض. انا بقيت انت بوظتني. انا بقيت عوض خلاص، ومش عارف اتحرك، مش عارف اكل، مش عارف اعمل اي حاجه، مش عارف انام طبعا. الموضوع طبعا نفسيا خلاه في الارض. ايدي ما تلاقيش، بس خد مثلا بص عضلات بسيط كده تلاقي الوجع قل. كده الوجع هيروح، بس لازم عشان العين يرتاح شويه. انت وانت بتعدل بتدوس على طبعا لازم بتلمس اعصاب. في حاجات لازم تخش. هي منطقه حساسه جدا يعني. العضله اصلا يعني انت خدك شوف قد ايه في 3 طبقات عضلات او طبقتين عضلات يعني. طبقتين عضلات. فالعضله رقيقه مش وكمان وانت شغال هتلمس عصب، يعني هتلمس عصب اساسي طبعا. هتدوس على شريان على وريد، هتدوس على شريان على وريد. مفيش خطر من ده، ولكن هو بيتعب بعد الجلسه. على حسب الحاله. بس انت هتتعب بعد الجلسه. لو احنا الموضوع فعلا قديم معاك، لا انت هتتعب بس مش شرط انك تتعب. يعني كل واحد ليه قدره تحمل. بس كتار تعبوا منه. لو احنا اشتغلنا جامد على مكان كده، لا هتتعب. بس يعني انت هتتعب مثلا يوم 2، بس بعد كده الموضوع هي بعد كده يعني بعد المسج بعد كده بقيت عوج ماشي، وانا مش عارف اتنفس وبتاع طبعا يعني كلامها بقيت عوج ومش عارفه اتنفس. لو انا طبعا ده بتبلج بقى خلاص، هي خايفه بانيك. بس اعمل ايه؟ خد بص عضلات يومين 3 وبعتت لي مسج ثانيه انا مش عارف اقول لك ايه، انا الوجع راح بنسبه 80% الحمد لله. حتى جالنا كومنت هنا اللي هو كان على دكتوره ايات، الفيديو بتاع دكتوره ايات بتاع الصداع ووجع الرقبه. كتبت الدكتوره we have the same experience in your clinic with دكتور عزيز، اللي هو يعني كان نفس الحاله بتاعت الصداع المزمن اللي كان عندها 15 سنه دي. يعني عندها من 15 سنه صداع، جت وخفف في 6 جلسات مع دكتور عزيز. 3 جلسات ريكورد ده. ما شاء الله ما شاء الله يا دكتور عزيز. بس 15 سنه يعني. الحمد لله الحمد لله. كم سنه خبره يا دكتور؟ كام 6 سنين الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. كل ده في 6 سنين بس. الحمد لله ما شاء الله يا دكتور. عايش دكتور عزيز يا جماعه، ما غني عن التعريف. حبيبي ميرسي يا دكتور.